مساء الخير يا حبايبي، معاكم مطبخ ام الحبيبه مها. بصوا يا جماعه، انا النهارده هعمل لكم رز بلبن. هنعمل مع بعض حاجه حلوه. هنا معايا كوبايه رز، معايا كريم شانتيه، معايا فانيليا، كيس لبن بودره. ممكن تحطي كيسين عادي، كريمه لباني وسكر وقشطه، ودي كوبايه نشا. بصوا بقى، بدل انا هستعمل القشطه، فمش هستعمل الكريمه اللباني. انا حطيت الاتنين ليه؟ عايزه اقول لكم ان دي بديل دي، يعني ما عندكيش دي هتستعملي دي، ما عندكيش الكريمه اللباني فهتستعملي القشطه، ما عندكيش القشطه هتستعملي الكريمه اللباني. ممكن ما استعملهمش هما الاتنين لو مش متوفرين معاكي. اللبن اللي هو السايب اللي هتجيبيه من عند بتاع اللبن، هو كده كده هيبقى فيه قشطه، فمش هتحتاجي ان انتي تحطي الكلام ده. تمام. انا بقى عندي هنا تركايه ان انا هاخد الرز ده، بدل ما بعد ما هغسله ان شاء الله هروح حاطاه في اللبن يغلي، مش هحطه في ميه. دي اللي بتخليه عامل زي المحلات بالظبط، سونيستا والملكي والحاجات دي اللي احنا بنحبها بره. طبعا دلوقتي الوقت مش متاح ان احنا نشتري حاجات من بره، فاحنا مضطرين ناكل اولادنا واحنا كمان نحس ان احنا ايه، قاعدين بره. تمام. وربنا طبعا يرفع البلاء وكل حاجة. تمام. بس كده. اللي يعجبه بقى الفيديو ما ينساش يعمل لايك، ما ينساش يشترك. واللي يخش بقى الفيديو، ارجوك ارجوك حلفتك بالله، اول ما تخش الفيديو وتشوف ويعجبك تعمل لي اشتراك، وهبقى شايفاك طبعا وحاسه بيك وهدعي لك دعوه جميله جدا. ماشي؟ يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا جماعه، رز كده استوى نص سوا او استوى سوا كامل، فاضله اللي هو ايه، حاجه كده لا تذكر. بصوا، هكمل سواه بقى. ومعانا بقى ايه، رز بلبن الملكي. وصل 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 رز لبن الملكي. ولا تقولوا لي بقى ملكي وما ملكيش، الست المصريه بتعمل احلى رز بلبن. اوريكم بقى ايه باقي التكات والحركات. اللبن ده هي دي التكايه بتاعت الرز بلبن، اللي هو طعم الشارع اللي احنا بنجيبه. طبعا تقولوا احنا بنعمل رز بلبن في البيت بس طعمه بيبقى مختلف عشان احنا بنسلقه في ميه، لكن هما بيسلقوه في لبن. واحنا بقى نحط له تكاتنا وحركاتنا بقى الجميله، القشطه على الفانيليا على الحاجات، حركات بتاعتنا. يستوي بس شويه كده، وبعدين ايه بقى، نرجع لكم تاني يا بنات. بصوا يا بنات، انا لسه حاطينه اهو، لسه ما استويش ومهديين عليه شويه. انا دوت الرز بس ايه لسه شويه، يعني عشان اقول لكم بس هياخد وقت قد ايه، نص ساعه كده. يعني طول ما انتي مهديه عليه هو نص ساعه وهيستوي يبقى زي الفل. وبعدين تضيفي له بقى كل المكونات اللي انا هضيفها معاكم دلوقتي. يستوي وارجع لكم تاني رز. يا بنات، احنا كده ايه، استوى بقى، يعني طعمه كويس. هنكمل بقى، هنحط السكر طبعا بيسوي معانا اهو. هنضيف له السكر. طبعا انت هتدوقي السكر اللي يعجبك انت، حسب ما انت بتحبي. لان انا طبعا مراعيه ان احنا كلنا عندنا امهاتنا كبيره في السن وابهاتنا وكده، وبعد الشر عن اي حد يعني السكر بيتعبهم وكده. فانت دوقي السكر بتاعك وشوفي طعم السكر اللي انت عايزاه وحطي. بصوا انا كده بدوب السكر، انا جايبه بالظبط كوبايه سكر. انا كده هدوب السكر بتاعي كويس وهرجع لكم. بصوا يا جماعه، نقلب اللبن شويه. نحط بقى الرز اهو يغلي فيه.
يعني ايه منه فيه كده، بدل ما نحطه في ميه هيبقى طعمه احلى. تسوي الرز في اللبن. طبعا احنا كنا يعني انا زمان كنت بحطه في ميه، بس انا بعد كده لما جربته في اللبن لقيت طعمه جميل جدا. سيب بقى الرز يستوي. هنسيبه بقى يستوي حبه كده يا بنات، وبعدين نرجع لكم تاني. وعايزه اقول لكم حاجه، اللي هيخش يشوف الفيديو انا هبقى شايفاه، احلفك كده ان انت تخشي تعمل لي لايك وتعمل لي اشتراك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه، عشان انا بعمل ايه بقى، بتعب معاكم وماشيه معاكم خطوه خطوه. تمام كده. بصوا يا بنات، انا حاطه معلش الدخان، البخار طالع على الموبايل. بصوا يا بنات، انا حاطه الرز على في اللبن اهو، قرب يستوي. بصوا اهو، بصوا باين كده لما البخار هو قرب يستوي. بسم الله ما شاء الله، هو حلو اهو. معلش بقى عشان تشوفوا، بس عشان البخار ده عايزه اخليكم تشوفوا. بس يستوي بقى حبه كده، وهوريكم بقى نعمل ايه مع بعض. تمام اهو. بنات انا كده حطيت السكر بتاعي ودقته حلو جدا. هحط بقى دلوقتي كريم شانتيه. باكل كريم شانتيه دريم او كريم شانتيه سايب، بس يكون نوعه كويس. وهحط لبن بودره، كيس لبن بودره اللي هو الصغير نيدو ده، مش لازم نيدو دانو مير، الحاجه اللي انتوا بتحبوها برضو. بس يا جماعه الحاجات دي اذواق، انا مش هقدر احكم حد اقول له لازم تيجي كذا، لا، يعني الحاجات دي اذواق وحسب ما انت بتحب. الاكل اذواق، والنفس اذواق، والطبخ نفس واذواق. معلش بس عامل بخار على انا بحاول ابعد اللبن على قد ما اقدر. بقلبه معاكم اهو. يلا بقى قوموا اتنشطوا كده، قوموا اعملوا حاجه حلوه للولاد يفرحوا بيها، او لمامتك او لباباكي او لزوجك، وجيب لهم الملك لحد البيت وكل اسرار الملك. هحط بقى انا هنا معايا 3 معالق نشا مدوباهم، واحطهم كده، ولو عايز تاني هحط واتقله معايا. يعني احط 3 معالق في 3 معالق لحد، بصوا اول 3 معالق عمل ازاي ليه بقى، لان الرز بتاعنا فيه نشا، فنزل نشا في اللبن فما احتاجش. لو انتي عاملاه في ميه ورجعتي حطيتيه في اللبن هتحتاجي نشا كتير، ودي حاجه انا كنت على طول بقع فيها، يعني غلطه. وهحط فانيليا حبه صغيره، واقلبها بقى يا روايحه يا جماله. واحط بقى القشطه بتاعتي او اللبن او الكريمه اللباني. القشطه دي يا جماعه انا جايباها قشطه سونيست، حاجاتهم جميله جدا. انا مش بعمل اعلان، بس انا بحب حاجاتهم جدا بصراحه، ان كان البان ان كان زبده ان كان اي حاجه. انا مش بعمل اعلان عشان محدش يفهمني غلط، انا بس الحاجه اللي بتعجبني وطعمها بيعجبني وبلاقيها نظيفه بقول عليها على طول. كلنا بندور على الحاجه الجميله والحاجه اللي طعمها جميل، فما فيهاش مشكله ان احنا نقول الحاجه الحلوه احنا بنجيبها منين. بصوا بقى الرز بلبن من 3 معالق بس، مش عمل معايا ازاي، فظيع فظيع. هقلبه بقى، هقلبه بس شويه ارجع لكم تاني. يا بنات انا حاطه اللبن اهو على النار،
يغلي ومغطيه عليه شويه. تمام كده، بس يغلي بقى حبه كده، وبعدين مش يغلي يعني يسخن كده، وبعدين عشان احط فيه الرز يغلي. طبعا انت ممكن ما تحتاجيش تحطي نشا كتير اصلا لان الرز فيه نشا. فهنسخنه مع بعض شويه كده وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا جايبه بقى ايه، انا كده خلصت رز اللبن بتاعي اهو. بصوا بقى هنا انا جايبه علب عشان احس ان انا في الشارع، وهعمل بقى علب كده. بصوا، اي علب بتاعت رز بلبن بتاعت المحلات ومستلزمات الحلويات بيبيعوا الحاجات دي. هصب بقى الرز بلبن بتاعي هنا. تمام، وهوريهولكوا بقى عمل كام علبه معايا. تمام، بصوا يا جماعه، كوبايه الرز وكيلو اللبن والحاجات اللي انا عملتها. بصوا طلعت لي ايه، بسم الله ما شاء الله اهو. 4 5 6 7 8 9 10 12 كوبايه زبادي. ماشي، وممكن تجيبي هي كوبايات زي اللي انا جبتها دي من بره بلاستيك تتاكل وتترمي، ما تعمليش مواعين برضو منك، عملتي حاجه حلوه. بس عايزين بقى تزوقوها، تحطوا مكسرات، تحطوا جوز هند، تحطوا كريم شانتيه. انا عندي كل ده، فاكهه مثلا مانجا ماشي يعني، بس انا بالنسبه لي مش عايزه، انا هسيبها ايه، يعني اللي يحب ياكل يبقى يحط الحاجه اللي هو عايز يحطها من فوق. عندي كل حاجه هنا يعني، اشيلها زي ما هي كده في التلاجة تبرد شويه، واشيلها في التلاجة، وبعد كده اللي عاوز ياكل بالهنا والشفا يحط اللي هو عايزه فوق، عشان برضو ايه لو حد عايز ساده وكده ما بقاش ايه ضايقت اللي عايز ياكل. بصوا يا جماعه، ده بقى الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وتكون فيديوهاتنا كده خفيفه على قلبكم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم بقى معلومه حلوه. وما تنسونيش بقى اللي يعجبه الفيديو يشترك ويعمل لايك. بصوا انا مش هقولكم اعملوا لايكات، انتوا بقى ايه اللي يعجبه الفيديو يقول لي كلمه حلوه. ماشي، يعني اول اللي هيجي يحط ايده بس كده على الزرار يشغل الفيديو ويعجبه الفيديو يخش يعمل لي لايك وكومنت حلو. بس ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بس كده، وده الفيديو بتاعنا النهارده وان شاء الله هرجع لكم بقى فيديو جديد ان شاء الله مع مطبخ امي الحبيبه مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.